يا ويلي اللذاذة، وينك يا مازن؟ وهلا وبكل بساطة أي نعم خلصت الوصفة تبعنا وصار وقت ندوق. موال هيدي يا إلهي بلك. بتزودني لك خلاص. كثير طيبة. مرحبا، أو على قولة الألمان هالوشن. ليش عم نقول اليوم هالوشن؟ لأنه اليوم معنا وصفة شوربة من ألمانيا. هي الوصفة أنا وقت عرفت أنها موجودة بهي البلد قلت لحالي لا والله أتاري أنتم يا ألمانيا درسانين عنكم أكلات طيبة. تابعوا معي وصفة شوربة الجبنة والكراث واللحم التي الآن مقاديرها جنبي على الشاشة وأيضا تحت بصندوق الوصف. وبدون طول سيرة يلا نبلش بالتحضير. أولى خطواتنا وكالعادة زيت نباتي بالطنجرة، وأنا راح نزل عليه البصل ومن ثم بعده الثوم. تعرفوا أول ما جينا على ألمانيا كنا مفكرين إنه المطبخ الألماني فقير جدا أو ما فيه أكل كتير، بس بعد ما عشنا فيها مرة يعني ما بعرف صار لي هون عايش 8 سنين وصرنا بشكل أو بآخر ألمان، أنا بعد عرفت إنه لا، أو خلينا نقول تأكدت إنه عن جد ما عندهم شيء. مساكين يعني والله العظيم. المطبخ الألماني يقتصر فعليا على الخبز. اوكي الالمان كثير شاطرين بالخبز، وقرات احد المقالات بتقول انه المانيا فيها اكثر من 3000 نوع خبز، وايضا النقانق او الهوت دوغ. ويقال انه النقانق او السجق بدا في اوروبا بالمانيا وانطلق منها الى العالم. ما بعرف اذا هي المعلومه صحيحه ولا لا، ولكن في بالمانيا وايضا بفيينا بالنمسا كثير انواع نقانق بشكل لا يوصف. بس طبخ وما طبخ الله وكيلكم عندهم 3-4 اكلات وهالكينا فيهم. من اول ما جينا على المانيا كل شغله والثاني بيحطوا لنا فيها بطاطا وبيقولوا لنا كارتوفل. بس للامانه وصفه اليوم يحترموا الالمان عليها كما يحترموا على البورشا والمرسيدس والبي ام في، اجمل وارقى السيارات في العالم. كمان هيدي رح تكون من ألذ واطيب الشوربات اللي رح تكون ببرنامجنا، برنامج وصفه شوربه مع بودي. الان بعد ما دبلت معي البصله فوقها بالثوم وايضا باللحوم. المكونات اللي شايفينها قدامكم هلا على الشاشه كما ذكرت ببدايه الحلقه موجوده اسفل الفيديو ايضا بعياراتها، احفظوها عنكم مشان تطبقوا هي الوصفه اللذيذه. هلا وقبل ما تستوي اللحمه بشوي رح نزل الكراث فوقها. طبعا معلومه سريعه عن فوائد الكراث وليش نحن لازم عن جد نصير ندخله بوصفاتنا، لانه لاحظت انه المطبخ الشرق اوسطي او نحكي على مطبخنا ببلاد الشام ما كتير في وصفات يستخدم فيها الكراث، ولكنه من أفيد الخضروات للأوعية الدموية الدقيقة والأوردة ولصحتها وللمحافظة على جدران الأوعية. يعني سبحان الله أنا مرة قرأت معلومة عن أنه الخضار أو المكسرات بتشبه أعضاء الجسد تفيد هذا العضو، وأيضا الكراث وتقطعوه بتلاقوا مثل الأوعية، يعني هو مثل أوردة. فهذا الشيء سبحان الله أنه هذا الخضار مفيد أيضا للأوعية الدموية أو للأوردة. فأنا أنصح بأنه نحن نحاول نكتر منه بمطبخنا وأكلاتنا. بعد ما أضفناه للكراث المفيد واللذيذ رح نضيف البهارات واللي هي ببساطة جوز الطيب، ملح وفلفل. هلأ منضيف كريمة الطبخ مثل ما مكتوب بالمقادير منضيفة، نعطيهم هيك تقليبة مع الكريمة. كريمتكم اختياركم، بدكم إياها دسمة بدكم إياها دسامة قليلة، هذا الشيء بيرجع لكم أصدقائي المتابعين. هلأ رح نضيف الماء الساخن. مازن عم بشم الروايح وما عرفان شو ناطره من لذاذة. صدقني احترامك للمطبخ الألماني رح يتغير بعد ما تدوق هي الشوربة. يعني إذا كنت تحترمه 5% رح تصير تحترمه 6%. هلا بنغطيها شغلة 10 دقايق تستوي على نار متوسطة. وهلا بعد ما مر 10 دقايق يا ويلي اللذاذة، وينك يا مازن؟ بنحط فوقها 200 جرام من الجبن السائل، جبن الكريمي. هلا بهي المرحلة بنقدر نضيف برش الليمون وبرش قشر الليمون وعصرة الليمون. أنا بفضل كل شخص بصراحة يحطها بصحنه، لأنه بالنهاية ذائقة شخصية موضوع الليمون. شو في أشخاص بتحب الليمون نكهته ظاهرة وناس بتحبه قليل، فرح أكتفي أنا فقط بقشر الليمون، أما العصرة كل واحد وصحنه. مازن الريحة عم تحكي. وهلا وبكل بساطة أي نعم خلصت الوصفة تبعنا وصار وقت ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جيب المعالق وتعال ناطرك. يلا مازن جعنا. يا سلام سلم. الريحة حبت المكان ولا صار لازم ندوق يعني خلص. ما تنطر تبرد.
والله هي بدنا نفكر فيها، اذا طيبه ما هي ما ما فينا ننطر شيء. يلا دوق قول بسم الله. والله بصراحة من ناحية طيبة أنا راح آخذ هيك معلقة. سمي بالله، هي لازم تسمي بالله. موال هي، موال مو شوربة، موال بالألماني. يا سيدي انا خايف اعطيها هيك من البوتسنت، اعطيها التقييم الاعلى. أيوة بعدين يطلع لك شيء يطلع لي بعد شوي انه كمان. أنا برأيي أنت تختصر تعطي الوصفات كلها 10 من 10 وخلصنا. ما شو رأيك فيها؟ أمانة والله خرافية. أمانة، ها هي أمانة، أمانة صعبة والله خرافية. يا إلهي بلك بزود لك كثير طيبة. صراحة ما بدي مدح، أنا اخترت لهي الوصفة بالذات من المطبخ الألماني لحتى تكون موجودة ببرنامجنا، ونكون عم ننوع كثير من كثير دول حول العالم. خلينا نقول ألمانيا الجميلة والغالية على قلوبنا، احنا ما عايشين فيها على الفاضي. أنا كثير بحب ألمانيا وحبيت أقدم لكم هي الوصفة منها، تستحق تجربوها. لكل متابعيني بالوطن العربي هي الوصفة لازم تتجرب. هيك تكون انتهت حلقتنا لليوم بكل متعة ولذاذة. إن شاء الله رب أنتم كمان تكونوا استمتعتوا معنا. نشوفكم بفيديوهات قادمة. وقبل ما انهي الحلقة في شغلة مهمة نسيت اذكركم فيها، وهي الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. اخواتي يعني ما بدي اثنين يحكوا فيها كمان، الله يرضى عليكم، ولايك كمان وبس. بدكم شيء شو بنعمل له؟ سلام اخواتي. شلون معنا؟ والله طيبة. خذ الصحن وروح انت.